أوقات كتير جدًا بتكون زهقان ومش عايز تذاكر، ولمّا بتبدأ مذاكرة بتقعد تضيّع وقت أو بتسوّف، ففي الفيديو ده هاحل لك المشكلة دي. ازيكم عاملين إيه؟ النهارده الفيديو بيتكلم عن إيه هي التطبيقات اللي بتساعدني وقت المذاكرة، بس قبل ما نبدأ ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب ويلا نبدأ. أول حاجة هنبدأ بيها وهي تطبيقات أول المذاكرة، وهي 4 تطبيقات وبتنقسم لنصفين. أول حاجة وهي التطبيقات اللي من خلالها تقدر تكتب مهامك أو تقدر تكتب من خلالها المواد اللي أنت هتذاكرها بالتحديد. آخر تطبيق وهو قسم لوحده، وهو تطبيق بيتحكم في موبايلك إن هو يقفل بعد مدة محددة من استعمال التطبيقات، وده أول تطبيق هنبدأ بيه. وأول تطبيق هنبدأ بيه وهو تطبيق سكرين تايم، والتطبيق ده من خلاله تقدر إن أنت تعمل ليميتس للتطبيقات عندك على الموبايل. يعني مثلا أنا محدد واتساب نص ساعة، لو أنا استخدمت واتساب نص ساعة بعد النص ساعة هيقفل. وكمان لو أنت عايز تتحكم في موبايلك أكتر ممكن تخلي باباك أو مامتك يكتبوا باسورد للليميت ده، فلما الواتساب مثلا يقفل هيكون مقفول باسورد، يعني أنا مقدرش أفتحه إلا في اليوم اللي بعديه. وتاني تطبيق وهو تطبيق جوجل كيب، والتطبيق ده من خلاله تقدر ان انت تكتب كل المواد اللي انت هتذاكرها في يومك. وكمان لو عايز تخلي الموضوع ألطف ممكن تضيف الألوان اللي هي دي، أو تضيف باك جراوند اللي هي للنوت اللي انت كاتبها واللي انت كاتب فيها المواد اللي انت هتذاكرها. وأنصح ان انت تكتب مهامك في وقتين، قبل النوم وأول لما تقوم، وهما دول الوقتين اللي أنا بحب ان انا اكتب فيهم مهامي. لكن لو أنا مثلًا قُمت مثلًا لو أنا قُمت ونسيت أعملها، ممكن أعملها بعد أمّا أقوم بقى مثلًا بساعة، ساعتين، بس ده في حالة إن أنا نسيت. لو افتكرت باعملها أول لمّا أقوم. ولو الموبايل مش مقفول، لإن موبايلي معمول عليه تطبيق اسمه family link، التطبيق ده إن شاء الله هاتكلم عنه، وهاتكلم عن قصة كده إن شاء الله في الفيديو الجاي أو في الفيديو اللي بعد الجاي. المهم إن إن الموبايل بيقفل بعد الساعة 21:00 أو بعد الساعة 22:00. فممكن أنا يعني أكتر وقت باكتب فيه مهامي هو أول لمّا أقوم. المهم نرجع للي إحنا كنا بنتكلم فيه. تطبيق جوجل كيب ده فعلًا من أحسن التطبيقات اللي أنا استخدمتها، وكمان ممكن من خلاله إن أنت تكتب ملاحظة صوتية أو تضيف صورة لكتاب أو لكراسة أو لأي حاجة محتاج إن أنت تضيفها في النوت بتاعتك في ملاحظات المواد. يعني انت مثلا العربي محتاج تضيف له صورة. اول حاجة هتدوس على ايقونة الصورة او تدوس على الايكون بتاعة الكاميرا دي او الصورة، هتبان عندكم. وبعديها بيظهر لك اختيارات ان انت ممكن ان انت تصور صورة، او ان انت ممكن تحط صورة عندك من الموبايل ذات نفسه. تاني تطبيق بيسمح لك ان انت تكتب مهامك عليه وهو تطبيق نوشن، والتطبيق ده انا برجحه جدا جدا اكتر من جوجل كيب، لان انت ممكن تكتب مهامك على طريقتين. اول طريقة وهي الطريقة السهلة اللي هي تكتب فيها المهام العادية، وكمان انت لو حطيت على جوجل كيب مثلا تشيك بوكس مش هتقدر تضيف اكتر من كده. يعني مش هتقدر لو انت عايز تحط ملاحظة كتابية بس ان انت تكتب اي حاجة من غير تشيك بوكس مش هتقدر تعمل الحركة دي، لكن ممكن تعمل الحركة دي على نوشن، فانا برجح لك نوشن. بس انصحك ان انت لو لسه في البداية، لسه في بداية الموضوع ان انت تكتب مهامك وكده، انصحك ان انت تبدأ بجوجل كيب لانه بسيط جدا. ولما تكون عايز تطور او تكون ان انت زهقت من جوجل كيب تبدأ بقى تطور لنوشن. انصحك جدا بنوشن لان كمان زي ما قلت بتعمل بطريقتين. اول طريقة اللي هي التشيك بوكس العادية ممكن تضيف ملاحظات، وتاني طريقة وهي داتابيز اونلاين، وهي بتدوس على العلامة دي اللي انا مش عارفها الصراحة. هعمل لكم دايرة حواليها دلوقتي. وبعد كده لما تدوس عليها من الكيبورد بتظهر لك اختيارات كتيرة. هتنزل تحت خالص وبعد كده تدوس على اختيار داتابيز شرطة اونلاين. والداتابيز اونلاين ده هيخليك ان انت مثلا تكتب المهام وهو بيعمل تشيك بوكس عليها تلقائي، وبقى بعديها تشيل كلمة تاجز او المصفوفة بتاعة تاجز دي، وبعد كده تقوم دايس على علامة الزائد، وبعد ما تدوس عليها هيظهر لك اختيارات كتيرة. تدوس على ستاتوس وبعديها هتلاقي 3 اختيارات. يعني انت مثلا قدامنا هنا الرياضة، تمام، بيظهر لك اختيارات كتيرة. اول اختيار وهو not started يعني لسه ما بدأتش فيه، وتاني اختيار وهو in progress يعني بدأت فيه يعني انت دلوقتي بتعمله، وتالت اختيار واللي هو الاخير وهو او done. رابع تطبيق وهو الاخير وهو تيك تيك. التطبيق ده انا سمعت عنه من قريب لكن انا الصراحة ما جربتوش، فلو انت جربته اكتب لي رأيك تحت في التعليقات.
وبعد لما خلصنا تطبيقات قبل المذاكرة، دلوقتي هنخش على تطبيقات أثناء المذاكرة. وهما تطبيقين بس بيعملوا نفس الوظيفة، بس أنا بحب تطبيق عن تطبيق تاني. وأنا هتكلم عن التطبيق اللي أنا مش بحبه قوي، وهو تطبيق فورست. والتطبيق ده ممكن من خلاله ان انت تعمل تقنية او تطبق تقنية البومودورو عليه، وبيظهر لك على شكل نبات. ان انت مثلا لسه في اول 29 دقيقة بيظهر لك نبات صغير خالص، فلما تخلص بقى مثلا في اخر 5 دقايق بيظهر لك بقى ايه، شجرة او نبات كبير. المهم، ولما تنفذ بقى تقنية البومودورو دي كتير عليه او كذا مرة في دورات مختلفة، بيظهر لك غابة كاملة. وهو يعني هو بقى ايه، لما نص ساعة بيعملها على شكل نبات، فكل نص ساعة بتتميز بنبات او بشجرة، فانت كل نص ساعة بتاخدها بتعمل ايه، غابة اكبر. فهي دي فكرة التطبيق. تاني تطبيق وهو تطبيق سارة الانجاز. والتطبيق ده ممكن تعمل عليه تقنيات كتير جدا، في من اول 5 دقايق لحد 60 دقيقة. انا منصحكش باكتر من 30 دقيقة، لانك بعد 30 دقيقة دماغك بيبدأ ان هو ايه، ما يركزش او يتشتت. فانصحك اعلى حاجة ممكن تاخدها 30 35 دقيقة كأقصى حد. وهي دي التطبيقات اللي ممكن تساعدك في مذاكرتك. انا عارف ان ممكن الفيديو ده يكون صغير شوية، بس فيديو مفيد. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.